Not just a friend, a legend. He's not the kind of man who takes kindly to captivity. The cult captured him. I almost feel sorry for them. تعتبر بلدورز جيت 3 من أعقد ألعاب الار بي جي اللي موجودة حاليا، وده ممكن بسبب كم المنيوز والأرقام اللي بنقابلها من أول ما نعمل نيو جيم، أو كم المحادثات الكتيرة والقرارات اللي بنعملها. ممكن تغير كتير في القصة وممكن تأثر على قوة ومهارات الشخصيات اللي بنتحكم فيها. هنحاول في الفيديو ده سريعا نشرح بعض المصطلحات المهمة اللي لازم تكون عارفها عشان تلعب بلدورز جيت 3، زي ability modifiers, initiative, armor class والskills. زي كل ألعاب ال RPG هتلاقي الستاتس ديت، وهي ال strength, dexterity, constitution, intelligence, wisdom وكاريزما، بفرق اختلافات بسيطة في المسميات بينها وبين ألعاب ال RPG التانية، لكن هي بتقوم بنفس الدور بشكل عام في كل الألعاب، وبتحدد طريقة لعب الشخصية زي نوع السلاح والأرمر ونقاط قوتها وضعفها. تمام، طب ايه معنى الابيليتيز وبتأثر في الكاركتر ازاي، وايه السكيلز اللي بتضيفها لي في كل ابيليتي؟ لو وقفنا بالماوس في اي منيو على حاجه فيهم هيشرح لك هي بتأثر في ايه وفي اي جانب من الشخصيه، وايه السكيلز اللي مرتبطه بكل ابيليتي او ستات. اول ابيليتي معانا وهي السترينث ابيليتي، وهي مسؤوله عن الدمج الناتج من الاسلحه اللي بتحتاج سترينث عالي، زي الاسلحه التقيله زي جريت سورد او هيفي كروسبو، وغالبا بتكون اسلحه تو هاندد ويبنز. السترينث ابيليتي برضو بتحدد الماكس ويت اللي تقدر تشيله الشخصية والمسافة اللي بتقدر فيها تعمل جامب، ولو السترينث عالي بدرجة كافية ممكن تشيل أي حاجة حواليك في الأرض زي كرسي أو برميل، أو حتى ممكن شخصية وترميها على حد تاني أو من مستوى عالي. السترينث ابيليتي مسؤولة عن سكيل الأثليتكس، وهي اللي مسؤولة عن أكشن اسمه الشاف أو دفع، فهي بتحدد مدى نجاحك في إنك تدفع انمي بعيد عنك أو إنك تصد انمي عايز يدفعك بعيد، وهي سكيل مفيدة جدا في مواقف كتير في الكومبات، خصوصا إنها على عكس الجمب ما بتستهلكش أكشن بوينت أثناء الكومبات، ولكنها بتاخد بونص أكشن بوينت. Dexterity ability زي السترينث، الدكستيرتي هنا مسؤولة عن الدمج الناتج عن الأسلحة اللي بتعتمد على الدكستيرتي زي الكروس بوز، شورت بوز، شورت سوردز، داجرز، وأي أسلحة خفيفة بشكل عام. الدكستيرتي برضو زيادتها بتزيد الانيشيتيف للشخصية، وده مسؤول عن تحديد دورك في كل دورة في الكومبات أو في كل تيرن في الكومبات، وأشرح أكتر عنه لما نتكلم عن الكومبات. السكيلز اللي بتعتمد على الدكستيرتي سكيل سلايت اوف هاند، تستخدم في السرقة وبتزيد من نجاح الأكشن ده بدون ما يتم كشفك. ستيلث سكيل، عايز انبه ان كل الكلاسز في بلدورز جيت 3 عندها كل السكيلز بما فيهم الستيلث، وهي أداة قوية جدا وبتفرق جدا قبل الفايتس. الدكستيرتي ابيليتي لو عالية في الشخصية ده بيدي بونص للسكيل ويزيد من قوتها، وليها فوائد كتير تانية أهمها إنها بتظهر لك مدى الرؤية للأعداء، ولو أنت في مكان فيه ضوء أو ظل أو مظلم تماما، ودي بنعرفها من شكل الأيقونة اللي بتظهر لما بندخل ستيلث مود أو لما بندوس على زرار الشيفت. وأخيرا سكيل الأكروباتكس، وهي بتساعد على ثبات الشخصية على وهو واقف على أرض خطرة، والأهم إنها بتساعد في صد الشاف أكشن أو إن إنمي يحاول يدفعك. حاجة أخيرة عايز أتكلم عليها وبتتأثر بالدكستيرتي وهي الأرمور كلاس، وهنشوفها كتير باختصار AC. والأرمور كلاس كل ما كان عالي كل ما زاد من احتمالية إنك تتفادى أي هجوم على الشخصية بتاعتك، وبالمثل برضو مع الانمي اللي قدامك كل ما زاد الارمور كلاس بتاعه كل ما بقى اصعب انك تجيب فيه هيت. Constitution ability، وهي مسؤولة عن الهيت بوينتس او الهيلث بوينتس، طبعا كل ما زادت كل ما الهيلث زاد، وبتختلف برضو على حسب كلاس الشخصية. يعني كلاس زي البربريان الهيلث بتاعه اكيد هيكون اعلى من كلاس زي الويزرد، ونفس الكلام في كل ليفل اب بتكون نسبة الزيادة تعتمد على نوع كلاس والكاركتر. حاجة كمان مهمة وهي ان الشخصيات اللي عندها الكونستيتيوشن عالي بيكون نسب فرصها في تفادي ضربات السحر اعلى. الانتليجنس، wisdom and charisma ability، التلاتة ابيليتيز دول بيشتغلوا كلهم زي بعض، بمعنى ان كل واحدة فيهم متخصصة لاستخدام كلاس معين من الكلاسز اللي بتعتمد على السحر. فمثلا
الانتليجنس بيستخدموا كلاس الويزرد فقط. الويزدم بيستخدموا كلاس درويد، رينجرز وكليركس. اما الكاريزما بيستخدمها كلاسز بوردز، بالادينز، سورسررز، وورلوكس. بالنسبة للسكيلز لكل ابيليتي معظمها بيتم استخدامها خلال المحادثات او اثناء استكشافك للعالم. السكيلز اللي بتعتمد على الانتليجنس هي الاركينا، وهي مسؤولة عن قدرتك بمعرفة الاسحار بانواعها. investigation، قدرة على ايجاد دلائل في العالم تساعدك في حل كويستات بطريقة مختلفة او معرفة معلومات اكتر عن الشيء اللي قدامك. nature skill، مسؤولة عن معرفة الشخصية بالطبيعة زي الارض والنباتات والحيوانات. religion skill، من اسمها فهي القدرة على المعرفة بالديانات والآلهة المختلفة في العالم. وأخيرا الهيستوري، وهي مسؤولة عن معرفة الشخصية بتاعتك بالشخصيات المهمة والأحداث التاريخية. سكيلز الويزدم كلاس، أول حاجة معنا هي الانيمال هاندلنج، وهي مسؤولة عن التعامل مع الحيوانات خلال المحادثات. ميديسن، مسؤولة عن تشخيص وممكن علاج المرض أو إصابة أي كاركتر. insight، مسؤول عن اكتشاف الكذب أو نية الطرف الآخر أثناء المحادثات. perception، وهي القدرة على اكتشاف أشياء مش واضحة للعين المجردة في العالم عن طريق استخدام الحواس واستكشاف تفاصيل مختفية زي traps اللي ممكن تكون على باب أو صندوق. survival skill، وهي القدرة على العيش والبقاء في الغابات، وبتفيد في اكتشاف عشش الحيوانات البرية وتتبعها واصطيادها. وأخيرا وليس آخرا الكاريزما ability skills، أولها الانتميديشن، ودي ممكن استخدامها لتخويف أو إجبار الطرف الآخر في المحادثات للوصول لنتيجة معينة. deception، تستخدم لإخفاء الحقيقة والخداع والكذب على الشخصيات أثناء المحادثات. persuasion، وهي مسؤولة عن إقناع الشخصيات برأيك أو لدعمك في مواقف معينة. وأخيرا performance، وهي سكيل بتستخدم للعب على الآلات الموسيقية. ملحوظة، اختيارك للكلاس والريس بتاع الشخصية هو اللي بيحدد طريقة توزيع البوينتس على الابيليتيز اللي احنا ذكرناها، وبالتبعية بيحدد ايه السكيلز اللي هتبتدي بيها، مع العلم ان كل 4 ليفلات بيسمح لك انك تزود السكيلز دي او تزود في واحدة او 2 من الابيليتيز، واوبشنز تانية كتير. الماكسيمم بوينتس في كل ابيليتي هو 20، وده من غير اي بونص ممكن نكتسبها من الارمور او ايتم او حتى سبيل. وهنتكلم اكتر عن طريقة التلفيل وتفاصيل عمل الشخصية في فيديو منفصل ان شاء الله. في النهاية زي ما شفنا انه مستحيل كاركتر واحد يقدر يجمع ما بين كل السكيلز دي، ولازم يتخصص في مجموعة معينة على حسب اعلى ابيليتي عنده هي ايه. وعشان كده وانت بتطور وبتنظم البارتي مع كل ليفل اب، حاول تفكر انك تعمل توازن ما بينهم بحيث انك تقدر تتعامل مع اي موقف يقابلك بالشخصية اللي عندها افضلية في السكيل المطلوبة. كمثال، عايز تفتح صندوق او باب ومعكش المفتاح بتاعه، او تفك تراب او فخ في طريقك، وده بيعتمد على الدكستيريتي ابيليتي، فخلي شخصية بكلاس زي الروج مثلا هو اللي ياخد الاكشن ده، لانه هيبقى معاه بونص من الدكستيريتي يزيد من احتمال نجاح الاكشن اللي انت عايز تعمله. نفس الكلام في المحادثات، بعض الاختيارات بتعتمد على سكيل معينة زي البرسويجن، فكلاس زي البوردز، البالادين، سورسرر، وورلوك هتبقى فرصته في البرسويجن تشيك وانه يقنع الشخص برأيه او خداعه هتكون اعلى، لانه هيكون معاه بونus بوينتس بسبب الكاريزما ابيليتي. نقدر نطبق القاعدة دي على كل السكيلز اللي في اللعبة. عايز اقول معلومة اخيرة عن الابيليتي سيستم والار بي جي في بناء الشخصيات، انه مبني على الاصدار الخامس من لعبة اسمها Dungeons and Dragons، وهي لعبة من نوع بين اند بيبر، ودي مش فيديو جيم اصلا، واقرب مثال تاني من نفس النوع الغنية عن التعريف سايبر بانك. لو عجبك الفيديو او استفدت باي معلومة جديدة، او ما استفدتش بس وصلت لغاية هنا، اعمل لايك وسبسكرايب لدعم القناة وفعل الزر عشان يوصلك تنبيهات لاي فيديو جديد. كان معكم محمد صالح من سولز جيمنج، واشوفكم في الفيديو القادم.